ودوز أيام وأيام في دار عمو. داز موسم تبوريدة، كان واقف كيتفرج ويصفق بيديه فرحان، كيشوف الناس فرحانين ويبدا ينقز حتى هو بالفرحة، رغم قسوة فضيلة عليه اللي كل مرة تضربو وتجري عليه وتخليه يبكي في دار مو بوحدو، حتى كيعيا بلا ما يسيق ليه الخبار حتى واحد. وكيختمها في الجامع. طريقه كانت معروفة، من الفيرما لدار مو للروضة للجامع يوميا، حتى وصل الموسم الدراسي. كان كل نهار كيمشي يوقف في الطريق ويراقب التلاميذ من بعيد وهما غاديين محملين الشكار ولابسين الطابليات، كيبقى متبعهم بعينه حتى كيغبروا ويرجع يتلقى ليهم في العشية ويشوفهم راجعين، حالته حالة وصندالة في رجله مقطعة وحوايجه مغبرين. عمو ملود لها مع المشاغل وكل مرة في مسافر أثار الضرب عليه ولات كتبان في عنقه ويدو ورجليه، وهو واقف هاز جرارة كيلعب بها ديال القصب على كتفه. في يوم من الأيام تبع التلامذ من بعيد وهاز حتى هو دفتر مشروط ومقطع وستيلو، وقف بعيد كيشوف فيهم دايرين الصف وواقفين كيدخلوا للقسم. خلاهم حتى دخلوا مشى كيتعلق في الشارجم ويطلع عليهم وهما كيقراو الأستاذ كيشرح بلا ما يشوفوا حتى واحد. فتح الدفتر ديالو الموسخ كيقلد التلامذ اللي كيتعلموا الحروف السبورة، كيتصنت ويركز معاهم وهو واقف مخبي، واللي داروه كيديرو دغيا كيشد ويحفظ بسرعة كيتعلم، ونهار على نهار رجع كيعرف الحروف حسن من اللي كيقراوهم لداخل. كيمشي للروضة ويجلس مربع رجليه ويعاودهم حتى حفظهم، وفين ما يرجع للدار ولا يطلع فوق الزربية كتشدو فطيلة بالصمت حتى كيتقطع فيه النفس وتبيتو بالجوع. كالعادة رجع واحد العشية فيه الجوع ومشى للثلاجة حلها ولقاتو تما كياكل، جراتو بالصندالة كتضرب فيه وهو كيغوت ويبكي. بقيت عاود تحل الثلاجة؟ ها باقي تعاود؟ لا ما نعاودش، يلا قطع حسك. قطعت فيه البكية حتى رجع وجهه احمر وعينيه كيدمعوا، كيتنخصص هاز يديه على وجهه خايف. يلا سير، المرة الجاية الكابري ديال الضو باش غنصلخك، انا علمتك. مشى كيبكي البيت ونعس بلا ماكله والجوع كيقطع فيه. ضربته الفيقة في نص الليل ومشى للكوزينة، حل الثلاجة لقى طبسيل مغطي فيه دجاج محمر من العشاء، جبدو حطو في الارض وجلس كياكل حتى شبع. هز الطبسيل حطو في لافابور رجع للبيت نعس. في الصباح بكري مع الفجر ناض مشى للجامع يصلي وهو يشوفو الفقيه شدو عنده. مالك وليدي واش مريض؟ مال حالتك رجعت هكا وضعفيتي؟ خالتي فضيلة ما كتعطينيش ناكل. ديك المرأة مازال حسابها عند الله. واش فطرت يا وليدي؟ حرك راسو بالنفي. يلا معايا للدار تفطر معانا. ايه يا سي دريس، كنت عارفك ماشي قد كلامك النهار الاول. زيد ولدي زيد. شد ليه الفقيه في يده وداه معاه لدارو المتواضعة، دار بها شرطة صغيرة فوق واحد الكدية. دخلوا لداخل وجلسوا حداه. رحمة جيبي لنا نفطروا، راه معنا واحد الضيف. جات مرات الفقيه رحمة هازة صينية ديال الفطور وحطاتها. شافت في يوسف وابتسمت. وليدي يوسف لاباس عليك؟ حرك راسو بالإجابة وعينيه في الصينية ديال الفطور اللي فيها براد ديال اتاي والبغرير والزيت البلدية مع الزيتون والزبدة البلدية والخبز السخون ديال الفران التراب. كول وليدي كول ما تحشمش. عمر ليه الفقيه الكاس وخلاه كياكل حاضر راسو حشمان. رحمة والفقيه كيشوفوا فيه وكيهضروا بعينيهم على حالته ويديه الصغار المكرفسين ناشفين وضفارهم مسخين، وكمام تريكو اللي لابس رجع كحل بالوسخ، عنقو كحل ومجروح، ورجلين مسكين قاع مشكين ما كيبانوش بالوسخ، بلا شعرو اللي كان كحل بهات وطوال نزل ليه عند عنقو مخبل وكيتلصق. خلاتو حتى سالا وقربت عداه. هز راسو بعينو العسلية الزوينة شاف فيها، ابتسمت ليه بحنان ودوزت يدها على وجهه بلطف. لقات بشرته ناشفة وحناكو يابسين ومقشرين بحال إلا محروق، فمو كيتقشر ومشروح بكثرة النشوفية. ملامح وجهه الزوينة اختفات وسط التعب والإرهاق، بقاو كيبانو فيه غير العينين. ولدي يوسف اجي ندوش ليك. لا نمشي في حالي، ما تخافش ولدي، غادي نعطيك حوايج زوينين ونقيين حسن من هادو كانوا يسخنوا لك عظامك. لا نمشي في حالي، اجي ما تخافش، انا خالتك رحمه بحال امك هنيه، امي ماتت.
ايه وليدي عارفه، غير اجي ديرني بحال امك. بقات كتسايس معاه حتى دخلات للطواليت وسخنات ليه الماء، جلسات كتغسل ليه بشويه وهي مخلوعه في اثار الضرب والزروقيه اللي على لحمه والجروح اللي في رجليه. بدات كتبكي وتحك ليه وهو جالس حشمان حاضر راسو ما قادرش يشوف فيها. فكات ليه شعره ووصلته ليه مزيان، عاد رجع فيه اللون، شلات ليه ومسحت ليه، خلاتو جالس وخرجت جابت ليه حوايج نقيين من حوايج ولادها، لبساتهم ليه ولبساتو كورون من التحت وفوقو سروال كحال سورفيت وجاكيطة غليظة من الفوق واصلة ليه حد الركبة. دارت ليه الزيف على راسو وخرجاتو كدور في راسها وكتشوف في الفقيه وتنحت. نشفت ليه شعرو وتلفتات جهة الفقيه وندير فيه واحد الخير ديه حس ليه راه رجع بحال البنت. انا خايفة غير ليكونوا تعداو على الولد وهو كيجيب العين. شفتي فيه شي حاجة؟ لحمو واكل العصا قاع مدغدغ، دابا عاد رطاب وجهو شويه. فين ما كنقيسو في حناك وكيغوت وكيقولك يحرقو الجريحه والبرده. عباد الله الولد كيمشي ويجيب صنداله، رجليه زراق وفمو زرق وزايدينها عليه بالعصا. لا حول ولا قوه الا بالله. جلس ولدي جلس، شوف رجليه وضفارو مهرسين، ما كاين اللي يوريه ولا يديها فيه. الله ياخد فيك الحق فضيله، والله ياخد فيك الحق دريس. اللي شاف المال والجاه والطونوبيلات يقول هنا نبات. هو ما قادر يشري لولد خوه حتى كبوط يغطيه من البرد ولا يدير ليه غير الختانه مسكين. الله يرحمك هنيه والسي احمد، كانوا كيوجدوا ليه الختانه الساعه ما كتابش. لبسات ليه تقاشر وسبرديله ولسات كتبحث فيه. قول لي يا وليدي، ياك ما دار لك شي واحد شي حاجه؟ ياك ما عمك دريس كيدير لك شي حاجه؟ يوسف ما فهمش وما عرفش باش يجاوب، حرك راسو بالنفي وهو شاد بغريره في يدو كياكلها. ناض فقيه خرجوا معاه وداه عند دار الحجام، حسن ليه شعره وخلاو ليه غير شويه عاد بان وجهه، اما قبل كان كيبان بحال البنت. شوف وليدي، نهار يضرك الجوع اجي عندي للدار، ورحمه غتبقى تدوش لي كل سيمانه باش ما يطيبش لحمك بالوسخ. صافي، الا جاك الجوع اجي عندي، هاك باش تشري شي حاجه. جبد 5 دراهم عطاها ليه ومشى كيجري في الدوار والناس كيشوفوا فيه لابس مزيان ونقي. وقف عند مول الحانوت وتعلق كيمد ليه الفلوس. عطيني دانون. اهلا بولد احمد، هاكي داير؟ بصحة الحوايج جداد، باين عمك دريس ربح في شي حاجة باش تفوبر عليك. هاك ها دانون، وها بيمو خبي ديك الفلوس ديالك تتشري بها شي حاجة. رجع الفلوس لجيبو هز دانون ديالو حلوة في ميكا ومشى للروضة بين المقابر دواليدي، فين مفرش واحد الفراشة في الأرض وحاط تحت منها دفتر. جلس كياكل بوحدو حتى سالا وناض هز دفتر وتبع تلام. وقف كيطل من الشرجم وكيسمع فيهم كيعرضوا القرآن، وواقف حتى هو بحاله مربع يديه وكيعرض مغمض عينيه مور الحد. سمعات المعلمة صوته من الداخل وخرجت طلات من الباب، شافها هو يهرب، سمع في الدفتر ومشى كيجري مخلوع. استغربت وهزت الدفتر اللي كان عنده وبدات كتقلب وكتشوف فيه الحروف من الألف حتى الياء مكتوبين بخط عوج واسم يوسف مكتوب نازل على السطر كاتب اسم هنية وأحمد. قلبات الورقة لقاتو كاتب الله أكبر بخط عوج. بدات كتشوف داك الدفتر المقطع وموسخ، دخلات القسم وقفات كتشوف في الدفتر. ما عرفتوش مول هاد الدفتر شكون. تلامت كاملين جاوبوا. ولد هنية معلمة ديما كيتبعنا فاش كنجيو المدرسة وكنجريو عليه بالحجر. تلامت بداو كيضحكوا. علاش؟ حيت ما عندوش مو ما عندوش باه، كنجريو عليه حيت كيتبعنا. بقاو التلاميذ كيضحكوا، المعلمه كتضحك معاهم وبدات من الطاوله الاولى كتسولهم. حتى انت جريتي عليه؟ اه معلمه، وضربته بحجره. مزيان. سولات لي حداه. وانتي؟ انا قلت ليه هو يوسف الهبيل المعفون. تبارك الله عليك. اها زيد. وانت؟ حيت ليه الصنداله ورميتها في البير انا وصحابي. كون صحابك اللي كان معاه يرفع صبعه. هزوا بعض التلاميذ صباعهم. معلمة راه كيمشي للروضة وكيجلس حدا مو وباه يوسف الهبيل. مزيان، كلكم تبارك الله عليكم. هزت تيو ضربات في السبورة. يلا واحد بواحد غتاكلوا 4 دقات الواحد. انا شنو قريتكم على اليتيم؟ ها هضروا، قريتكم تضحكوا عليه؟ واش قريتكم تعايروا؟ ياك درنا درس وقريتكم في سورة الضحى وشرحتها لكم وعرضتوها كاملة وقلت لكم اما اليتيم فلا تقهر وانتم قهرتوه.
يلا هنوض بواحد بواحد. التلميذ الأول: عافاك معلمة، والله ما نعاود. جاوبته بغضب: نوض ولا نجيلك. نهض القسم كامل كيبكي ويحك يديه ويوجد العصا. بداو واحد مورا واحد كياكلوا الدق ويرجعوا يكمدوها في بلايصو، حتى دارت على القسم كامل وضربات في السبورة. أقول، ردوا عليها كاملين كيشحقوا: اسمع، سمعوني، من الآن فصاعدا اللي عايره ولا ضربه ولا قال لي شي كلمة غنحيد ليه السروال وغندورو على المدرسة كاملة عريان. أقول اسمع، سورة الضحى غتكتبوها 50 مرة، وغدا غندور عليكم واللي ما كتبهاش غنسلخو بالتيو. يلا هنوض نتعرض سورة الضحى ونشوف واش مازالين عاقلين عليها ولا صافي نسيتو. حلقة اليوم كتنتهي هنا، نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقة جديدة. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد، وتشتركوا في القناة وتخلوا لي التعاليق ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.